هذا المدرب العالمي يسب الجزائر وقال علينا قرودة، والسبب درك تعرفوه. دير ابوني وتبعني. مدرب نادي البي اس جي السابق غاليتي هكذا اسمه كان يدرب نادي نيس اللي يلعبوا فيه عطال وبوداوي، والبارح سقساوه في انترفيو مع صحيفة ليكيب الفرنسية. قالوا له واش رايك في المسلمين؟ قال لهم المسلمين صامتين، يصوموا رمضان ويصلوا فايحين وماشي منضبطين. Come on, man. وقال لهم أسوأ حاجة هي تكون مسلم وجزائري. وزاد كمل في الهضرة ديالو وقال بلي عطال وبوداوي كيشغل زوج كينغ كونغ فايحين، يعني زوج قرودة فايحين، وهذا كاع كي نلتزموا بالديانة تاعنا اللي هي الإسلام. هذا فخر لينا الكلام تاعه، بس حنا كجزائريين مفتخرين بالديانة الإسلامية، مفتخرين كي نصلوا ونصوموا. المهم الصحافة بالعاني سقساو هذا السؤال بيسك فرنسا راهي تحارب في المسلمين. كما شفتوا في كلامات تخشي إهانة للجزائريين والمسلمين اللي عايشين في فرنسا. واحد فرنسي كيما هذا يمه ما تعرفوش يسبنا والدولة ما دير والو. أما عطال كيهضر زوج كلمات قريب داروا له حكم الإعدام. واش رايكم نتوما؟